السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وما ناقصكم حتى شي خير وبصحة جيدة إن شاء الله الرحمن الرحيم. وكيف ما كنقول لكم دائما تهلاو بصحتكم، صحتكم هي راس مالكم. اليوم جيت نتشارك معكم واحد القصرية، واحد مولاتي قصرية ديال الرفيسة بالحرشة، ماشي بالملاوي اولا بالتريد. هذه حرشة، رفيسة بالحرشة غزالة، واحد العراضة دازتها هكا خفيفة ظريفة. قلت علاش لا اللي ما نصورهاش لحباباتي لصحاباتي المتتبعات ديالي باش نتشاركها معهم بالتفاصيل ديالها. وهنايا هذا واحد الديسير اللي درتو هكايا خفيف ظريف. في الاخير كليناه، وصراحه دازت واحد العشيه تمنيتها لكم من القلب. ضحكنا ولعبنا مع راسنا، الحمد لله الشكر لله. المهم هنا التحضيرات كنوجدها بليله قبل، لان ضروري من الدجاج انه يتشرمل بليله قبل باش كيجيكم بنين ويجيكم فتي، ومني كتاكلوه يعني كيجي فيه واحد البنه غزاله. المهم هنايا اول حاجه درت زيت البلديه، درت مليحه، درت معلقه كبيره ديال راس الحانوت، درت الخرقوم عرق، سكينجبير، البزار، وواحد المعلقه ديال السمن. المهم البنات هنايا هاد العطريه هذه شرملت بها جوج دجاجات. العطريه اولا الكميه ديال العطريه كتبقى على حسب شحال عندكم ديال الدجاج، يعني جوج ربعة على حسابكم نتوما. وزدت هنا واحد شويه ديال الماء، شويه باش نخفف هذيك العطريه، وغادي ندوز باش نشرمل الدجاج اللي غسلته من قبل مزيان بالملحه. وهكا غير شويه ديال الحامض، لان الدجاج ديال الرفيسه ما كيبغيش انه يترقد واحد المده طويله في الحامض. ماشي بحال مثلا ديال هكا الدجاج محمره ولا ديال الدغميره. كنغسلو غير في الاول واحد شويه بالحامض، من بعد صافي كنكمل كلشي بالملحه ونغسلو مزيان مزيان صافي، وكنحيدو كنخليه حتى كيقطر صافي، وكندوز هكايا نشرملو كيف ما كتشوفوا. حاولوا انكم تشرملوه قبل كيف ما قلت لكم باش كيجيكم رائع وعلى ضمانتي. والرفيسه البنات السر ديالها هو راس الحانوت يكون جديد، والسمن والزيت البلديه هادو خذوها مني نصيحه. عرفتي كي كتطلع ديك الرفيسه يا ربي كتطلع غزاله. عرفتوا راه كلاوها وشبعوا وزادوا كلاوها، خلاو ديك القصريه. قال لك لا مريم ما تحيديش من قدامنا هاد القصريه، خليها. عرفتي والله العظيم الا كلاو وارتاحوا عاودوا كلاو بكثره ما عجبتهم، لان في هاد البلاصه هنايا اللي دابا انا تحولت ليها معروفين غير حنا كنقولوا ليه المرشوش، يعني الرفيسه ديال التريد، ديال الرغايف. قلت لهم انا غندير رفيستي، ما غنديرش رفيسكم. ايوا عرفتي راه كلاو كي كيقولوا المصريين ياكلوا صوابعهم وراها. عرفتي الحمد لله والشكر لله. عرفتي منين كنطيب شي حاجه وكتعجب بحال هكا اللي كياكلها كيعجبني الحال، خصوصا منين كتعرفي مني ترى عجباتهم. المهم البنات هنايا هذه لا غدا نتصبح بكري، لان الا كنتي غديري شي حاجه للغدا ولا كانت عندك شي مناسبه للغدا فيقي بكري. انا راه 6:30 ديال الصباح فقت صافي بديت كنطيب. دوزت هو الاول، درت الدجاج كيطيب هو الاول. هانتوما كيف ما كتشوفوا قطعت هنايا البصله، ماشي مشلضه رقيقه ولكن تقريبا بحال على شكل هلال ولا نصف هلال. درت هنايا معلقه ديال راس الحانوت، درت معلقه ديال سكينجبير، غندير الخرقوم عرق. وهنايا البصله كيعجبني انا نطيبها مع هكا مع الدجاج. وهنايا البنات السر ديال ديك الختوريه اولا داك المذاق عاوتاني ديال. المهم الرفيسه ديالي انا هذه درت هنا واحد المعلقه ديال مطيشه ديال الحك، يعني طماطم مركزه، وواحد العويد ديال القرفه. وهنايا الثومه محكوكه، تقريبا درت واحد الخمسة تقريبا اما 6 ديال الريوس، حكيتهم ودرتهم بحال هكا. والملحه البنات ديروا باعتبار الملحه على حساب، راه السمن كيكون مالح، وراه من قبل شرملنا الدجاج يعني كاينه واحد المليحه.
زعما راه درنا واحد شويه الملحه. هنايا البنات درت الزيت البلديه والزيت الروميه، وهنا درت هذا البزار الابيض، عندي حب ما عنديش مطحون، درتو هكايا حبوب. بالنسبه للحلبه ما غاديش نطيبها هكا كلوحه مع المريقه ديال الدجاج، لا بالعكس، شديتها نقيتها غسلتها مزيان، زدت عليها واحد شويه ديال راس الحانوت وحركتها مزيان ودرتها في واحد تويب هكا ديال الحياتي ولا تويب ديال القطن، وغادي تجمعيها بحال الكميميسه صافي، وغتحطيها مع هذيك المريقه. هكا الحلبه كتطلق لك النسمه ديالها، هانتوما كيف ما كتشوفوا غتطلق لك النسمه ديالها، وفي نفس الوقت ما غاديش تبقى لك مشتته في المرقه وغتعمر لك الدجاج حتى هو تبقاي عاد تنقي فيه تحيدي منه الحلبه باش تحمريه. لا، هاد الطريقه انا هكا كتعجبني ندير ليها. هنايا غادي ناخذ واحد الراس كبير ديال الثومه هكا كيكون مجموع، غادي نحطو باش تا هو يبقى ليا التزيين، وهذه هي الكميميسه ديال الحلبه اللي قلت لكم. هنايا هذه البصله اللي غادي نعسل باش نحطها تزيين من فوق الدجاج ان شاء الله. هنايا خديت البصله كيف ما كتشوفوا مقطعه، زدت ليها مليحه، غنزيد ليها واحد شويه ديال سكينجبير، شويه ديال الخرقوم عرق، وهنايا القرفه مطحونه والقرفه عواد، هنا واحد العويد ديال القرفه وواحد شويه ديال البزار غادي ومليحه حتى هي عندكم تنساوها، وغادي تحركوا مزيان مع واحد شويه ديال الزيت. صافي غادي نحطها فوق النار حتى تدبل على خاطرها وندوز باش نعسلها. هنايا يا البنات عندي الكاشير اللي غادي نزين به الرفيسه ديالي. عندي هنايا الكبده ديال الدجاج، عندي الثومه، الخرقوم، سكينجبير، عندي هنا شويه ديال السودانيه مطحونه، وعندي التحميره حتى هي، ومعلقه ديال الكمون والقزبور والمعدنوس. غادي نجمع بواحد هكايا البيض على حسب الخليط منين تبداو تحركوا. هنايا انا درت 2 بيضات، من بعد غادي نحرك وغادي نشوف واش غادي يخصني. هنايا زدت 3 البيضات، يعني درت تقريبا 3 ديال البيضات. هنا عندي غير 2 كبيدات ديال هادوك 2 دجاجات. وهنايا درت السميده الغليظه، انا ما كانتش عندي السميده الرقيقه، درت السميده الغليظه. كتحركوا مزيان وما تنساوش المليحه، وكدوزوا باش تطحنوهم مزيان، يا اما تطحنوهم بهاد البغا ميكسور او لا تطحنوهم بالمولينكس ماشي مشكل. كندوز هنا كنديرهم في المول ديال السيليكون، كتبداو تكبوهم عادي، من بعد كتشدوا واحد الطاوه بحال هكا وكديروا فيها الماء وعاد كتدخلوهم للفران. بالنسبه للفران البنات راه ما كيطيبوش بزاف. انا هنايا راه هادشي كله تجلخ ليا، بغيت غير نهزها باش نحطها في هذيك الطاوه. عرفتي ما ديروش نفس الخطا اللي درت، حاولوا انكم تحطوا المول ديال السيليكون هو الاول في الطاوه، عاد تبداو تكبوا الخليط ديالكم. انا راه بالزربه نسيت كبيتو، عاد بديت كنعيط لبنتي اجي هزي معايا، وعمدا خليت هاد اللقطه هادي باش ما ديروش نفس الخطا ديالي. هنايا البنات كي قلت لكم كتكبوا الماء في هذيك الطاوه وكتحطوا المول ديال السيليكون صافي، وكتدخلوها للفران تقريبا عندها واحد 10 دقائق ماكسيموم، ما كتشدش طياب بزاف. منين باش كتعرفوها طابت راه كيتنفخ واحد شويه هذاك الكاشير، من بعد كتشدوا واحد الموس كتخشيه في هذاك الكاشير، كتلقايه راه كتخرجيه كتلقايه يعني ما بقاش فيه داك الخليط ديال الكاشير ديال البيض، يعني كتدخلي الموس فيه كتخرجيه كتلقايه ناشف صافي، كتعرفي بانه وجد وكتحيديه بكل سهوله من المول ديال السيليكون. هنا البنات دزت باش كندق الحرشه ديالي ضروري راكم عارفين انايا دقيها، وشويه كتكون شويه كتعذب، هذه ديال اللي كتكون بلديه لان ما كيكونش فيها الزيت، كتعذبك شويه في يعني في التفرتيت ديالها. انا راه بناتي كل مره جايه عندي وحده عطيني شويه كنعطيهم. هنايا البنات ها هو الكاشير كيف ما قلت لكم كيتحيد بكل سهوله من المول، ومني كديروا هكايا في شي مول بحال هكا مزوق كيعطي واحد المنظر زوين، وكتجيكم ديك الرفيسه ديالكم مزوقه هكايا، راه العين كتاكل قبل الفم.
نتوما ديروا اي سيليكون كان عندكم، واللي ما عندهاش كاع السيليكون تاخذ غير هكايا سلوفان وتكب فيه داك الخليط ديال الكبده والبيض صافي، وكتجمعيه بحال البوده ديال الكاشير، وتعاودي تلويه في واحد في البابي الومنيوم، وكديريه في الكسكاس كيطيب. هذا مكان. هنا البنات جيت نتشارك معكم غير لقطات هكايا من الديسير اللي وجدت. شديت البلاطو لويت عليه السلوفان، وهنايا عندي السويهله قطعت، راه بديت كنقطعها وما عرفتش كيفاش تمشى ليا التصوير مع الزربه واقيلا ولا ما عرفتش. المهم كنحاول انني هذا الشيء نوجدو على اتساع باش منين يجيو هكا الضياف نجلس معهم وما نبقاش غادا جايه للكوزينه، غادا جايه من الصباح كي قلت لكم. درت الدجاج كيطيب ودزت الحرشه كنطيبها، ودزت الديسير حتى هو كنوجدو باش نحطو في الثلاجه الحال سخون دابا. نيت منها يبرد ومنها نوجد كلشي على اتساع، ونوجد كلشي على خاطري، خصوصا ملي كيكون هكايا الامهات اللي بحالي عندهم وليدات ضروري غادي توجدي كلشي على اتساع وتفرقي الشغالات ديالك باش ما تبقايش النهار كامل وانت واقفه في الكوزينه ومخليه وليداتك بالجوع، مخليها اللي باغي يبدل لي كوش، ها اللي باغا تاكل، ها اللي راكم عارفين الامهات اللي عندهم وليدات صغار ضروري. المهم كنوجد كلشي على اتساع ما حدهم هكايا، خصوصا الصغيورات الا منين يكونوا ناعسين صافي كنتهنى كنوض نوجد كلشي بالزربه. ونستغل الوقت اللي هما ناعسين فيه باش منين يفيقوا يلقاوني صافي ساليت هذاك التوجد. كيبقى لي داكشي الاخر مثلا هذا نوجد يعني الصوينيه الا جاو الضياف ولا صافي ملي كيجيو الضياف راه ولادك راهم ملاهيين معاهم وواكلين ومبدلين وماشطين الله على راحه. المهم البنات هنا شديت هاد السويهله قطعتها من التحت كيف ما كتشوفوا، قطعتها بحال الشكل ديال سليله، وهذوك الطريفات ديالها اللي كاينين كنزيد نقطع يعني اللب ديالها اللي لداخل صافي كنقطعو هكا واحد الطريفات صغارين شويه يعني اللي كيجيو على قد العضه. كناخذ واحد الكيردون وكنبدا نديرو في هذوك الطريفات باش اللي بغى شي هكايا شي طريف يهزو بالكيردون تبقى يدو هكا نقيه. وهاد الطريقه هذه باش عجباتني البنات ما كتحتاجش لبزاف ديال الديسير، لا غير هذاك شويه اللي كيكون عندك هو اللي كديريه وهو اللي كتقضي به صافي، وكيبان لك بان راه البلاطو عامر وفيه بزاف ديال الحاجات. هنايا كيف ما كتشوفوا زوقت بشويه ديال المشماش، زوقت بشويه ديال عندي شي حبات ديال البرقوق هذاك البلدي الصغيور، عندي بنينات حتى هما زوقتهم، وهذوك الكيسان فيهم الفلون التحتاني ديال الفريز، والفلون اللي الفوق راه ديال غير النكهه ديال البرتقال مع الماء. نشاركوا معكم ان شاء الله مره اخرى. هنا البنات غادي ندوز باش نوجد صافي البلا ديال الرفيسه. هنايا صافي راه البنات جاو وجلسنا واحد شويه شربنا كويزداتاي كلينا هكايا، ما بغيتش ندير لهم شي حاجه كثيره لان جاو مع الوقيته ديال الغدا. يعني حطيت لهم غير كويس ديال اتاي مع هكايا اللي قسم الله كريكيعات لويزات شويه الزبيب صافي، لان غير هزيت هذاك الشيء هزيت الصوينيه حطينا لهم الغدا. هنا البنات شديت الزبده البلديه كيف ما كتشوفوا درت يعني واحد الكميه لا باس بها تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال الزبده البلديه، وزدت عليهم هذيك المريقه ديال الرفيسه، المريقه ديال يعني لاصوص ديال داك الدجاج اللي فيه الحلبه وراس الحانوت. هزيت كنحاول نهز من الفوق. غنديرها في هاد القويميله هذه اللي طيبت فيها نيت الدجاج. بالمناسبه الدجاج راني حيدته وصفيته ودهنته باش ندخلو الفران يتحمر، ضروري البنات ما يتحمر. هنايا غادي ندوز باش نحمس كيف ما كنقولوا حنا نحمس ديك الحرشه. شديت الحرشه كنديرها على ديك الزبده وديك لاصوص ديال الدجاج، وغادي نبدا نحرك مزيان وانا كنزيد في الحرشه طريفات ديال الحرشه بحال هكا كيف ما كتشوفوا، ونزيد في لاصوص وانا كنحرك مزيان باش تشرب مزيان، لان ما خصهاش تحط وهي بحال هكاك ناشفه.
لا بالعكس، خاصها تشرب مزيان هذيك المرقه. وانتم عارفين بان السميده كتشرب قد ما درتي ليها في الماء فهي كتشرب بزاف. هنايا هانتوما كيف ما كتشوفوا غادي نبدا نزيد سميتو، نبدا نحرك، نزيد في الحرشه ونزيد في لاصوص، وانا كنحرك وانا كنحرك مزيان مزيان مزيان. ما تخافوش منها، راها ما غادي تعجن، ما غادي دير حتى حاجه، غير المهم لاصوص تكون عندكم كافيه. راه الرفيسه ديال الحرشه ماشي هي الرفيسه اولا الرفيسه ديال التريد اولا ديال الملوي، هذيك ما كتشربش بزاف ديال المرقه، العكس ديال هذه ديال الحرشه راها كتبغي لاصوص بزاف. هنايا هانتوما نبقى نحرك مزيان حتى صافي كنشوفها بانها راها شربات ليا مزيان هذيك المريقه. البنات كاين هنايا اللي كتبغي تفورها، مثلا كان عندك بزاف ديال يعني ديال الرفيسه ولا بزاف ديال الضياف وغتحتاجي واحد الكميه كبيره ديال الحرشه، حاولي ديريها بليله قبل وتجمعيها هكا في شي بلاستيكه مزيان، ولا غدا غادي تفوريها، لان الحرشه الا باتت راه بحال اللي كتقصاح، بحال اللي كتنشف، غادي تشديها غادي تفوريها، ومن بعد عاد غادي ديري ليها هاد الطريقه هذه ديال التحماس، يعني كيف ما كنقولوا حنا كتحمسيها في زبيده بلديه وفي لاصوص ديالها. هنا البنات غادي ندوز باش نحط الرفيسه ديالي، جبت هنايا القصيريه ديالي المهم انا راه قلت نتشارك معكم كل شيء بالتفاصيل. هنايا صافي غادي نكب باش ندوز صافي التقديم. حطيت كتكبي زعما هاد الرفيسه ولا الحرشه، ما تديوش عليا البنات. دابا راه ملي كنطول في الهضره بزاف راه كنتلف، وانا عارفه راه شحال من وحده غتبقى تقول هذه فيها الهضره بزاف هذه فيها الهضره بزاف، ولكن والله العظيم الا كنبغي انني نتشارك معكم كل شيء من القلب، يعني خصني كل شيء نقوله لكم. بالنسبه للبنات الحرشه يعني راه ساهله، يعني مره اخرى ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نوريكم الحرشه ديال الرفيسه. بالنسبه للحرشه البنات راه ساهله، كتشدي غير السميده الغليظه كديري فيها مليحه وديري شويه ديال الزعتر صافي وكتجمعيها بالماء، الماء عادي من الصنبور، يعني الماء عادي من الروبيني مليحه، شويه ديال الزعتر كتحكيه بين يديك. الزيت قلنا لا ماشي، والله الا انا بديت كنتلف. شوفوا السميده الغليظه مع الملحه مع الزعتر كتحكيه في يدك وكتجمعيها بالماء صافي، وكتبداي طيبي كدهني واحد شويه هذاك المقله ديالك كترشيها بشويه ديال السميده الغليظه صافي، وكتبداي طيبيها عادي. راه كتكون حرشه بلديه ما فيهاش الزيت. اللي بغات دير شويه ديال السكر فيها دير باش يتحمر، اللي ما بغاتش ديرو بلاش ما ديروش. هنا البنات دزت باش درت البصيله ديالي المعسله جات رائعه. هنايا الحلبه اللي درتها بوحديتها فاش طابت، حيتها من ديك الكميميسه وحطيتها في زليفه بوحديتها هكا البنات. كيف ما قلت لكم كتبقى لكم ديك لاصوص نقيه ما فيهاش الحلبه هكاك تالفه وسطها، وحتى الدجاج كيبقى نقي. شفتوا كيفاش كيبان؟ والدجاج البنات منين تبغوا تحطوه في الفران شدوا شويه ديال السمن ديروه مع واحد المعلقه ديال الزبده وديروا واحد شويه ديال الخرقوم عرق اولا شويه ديال التحميره ودهنوا به هذاك الدجاج ديالكم ودخلوه للفران وخليوه يتحمر على خاطرو. هنايا هذا الكاشير اللي تشاركت معكم غادي ندوز باش نزين القصيريه ديالي ولا الرفيسه ديالي واحد الطريقه اللي عاديه الصراحه. هاد الزين ما عرفتش غير جاني هكا عفوي وصافي بقيت غير كنحط هذا ما كان ما عرفتش واش مع الزربه واش مع. وهنا راه غادي يبان لكم بانني كنتعطل واحد شويه لان عاد دزت عاد باش كنقطع البيض وكنقول لا فين نحطو هنا ولا نحطو هنا ولا. المهم
راه عجباتهم وجات واعره 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 واعره، تبارك الله ما شاء الله. الحمد لله والشكر لله. الله يخلي لي يديداتي وصبيعاتي يا ربي، حمدتك يا ربي وشكرتك. بعدا ربي ما حشمنيش. وش غنقول لكم، جات رائعه. هنايا داغ غير التمر معمر بالعقده ديال اللوز، وزينته بالزنجلان الابيض اولا السمسم الابيض. ها هو كيف ما كتشوفوا نتوما، زينوا باش ما كان عندكم واللي كان عندكم زينوا به. راه يقدر انا ما توفرش عندي حب رشاد، حتى هو كديري حب رشاد صراحه كتزيني به البيض، وكتزيني تزيني عاوتاني بالبافون، اولا كتزين هما دوك بذور الخشخاش وسميتو حب رشاد، حتى هما كيجيو رائعين. صافي هنا البنات زينت حتى بشويه ديال اللوز هكا، شويه ديال الكركاع. وهذه هي القصيريه ديالي، جات على هذا الشكل هذا. وش نقول لكم، الله يعطيكم الصحه وبصحتكم وراحتكم حتى نتوما. واللي كتوحم تسمح ليا بزاف بزاف، وإلا كنتي قريبه ليا يا اختي الحبيبه، اجي ندير لك واحد القصيريه من داك الشرفيع ديال الرفيسه. ايوا هذا هو جهدي عليكم البنات. كانت عجبكم هاد لا فيديو، وما تنسونيش من اللايكات ديالكم اللي كتفرحني بزاف بزاف. وإلا كنتوا اول مره كتزوروا القناه فمرحبا بكم، والف الف مرحبا. ضغطوا على زر الاشتراك وما تنسوش تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.